عامل المشرحة وهو بيدخل جثة البنت. فجأة صحيت واداته حظاظة وبعد كده اختفت. واللي حصل بعد كده شيء ما يتخيلوش عقل. قبل طبعا ما أبدأ حكايتي لا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا شغال فرد أمن في المستشفى. المستشفى دي المفروض إنها لها 3 بوابات. أنا و2 زمايلي كنا بنحرس البوابات بتاعة المستشفى. وفي يوم وأنا واقف في شغلي لقيت زميلي جاي بيقول لي أنا هستأذنك علشان حصل لي ظرف طارئ ولازم أمشي دلوقتي حالا. قلت له خلاص امشي وأنا وزميلي التالت هناخد بالنا من البوابات. قال لي للأسف كمان زميلنا التالت استأذن قبلي تقريبا بساعتين، يعني انت كده دلوقتي هتاخد بالك من ال3 بوابات. قلت له طيب خلاص خليها على الله وربنا يقدرني. واليوم ده كان في الشتاء والمطرة كانت بتمطر جامد جدا من غير ما تقف. وفجأة وأنا قاعد وحاطط عيني في وسط راسي علشان آخد بالي من 3 بوابات لقيت بنت واقفة بره البوابة وقاعدة بتشاورلي. والبنت دي كانت غريبة جدا، كانت لابسة هدوم البيت وكان شعرها منكوش، واقفة كأنها بتستنجد بيا. أنا في البداية صراحة كنت خايف لأني ما أقدرش أفتح لها، ممكن أي حد لو شافها معايا تعمل لي مشكلة. بس ساعتها افتكرت إن أنا ليا أخت قدها واضطريت في الآخر إن أنا أفتح لها البوابة وأدخلها. أول ما دخلت لقيت هدومها مبلولة وكانت سقعانة. في الوقت ده قلت لها ادخلي جوه في الأوضة علشان محدش يشوفك وتدفي وجوه عندك بطانية، من غير ما اسمع منها أي حاجة ولا أتكلم معاها. وفعلا دخلت جوه في الأوضة وأنا قعدت أشرب كوباية الشاي بتاعتي. وبعد شوية لقيتها خارجة وحاطة البطانية عليها وجاية بتقولي إن أنا مجاليش نوم وعايزة أقعد أتكلم معاك شوية. في الوقت ده قلت لها اقعدي وبالمرة اسمع حكايتك ايه، انا حاسس ان في حد كان بيجري وراكي او في مشكلة عندك. وبعدها بدأت تحكي لي عن حكايتها. قالت لي انها كانت بنت الوحيدة لابوها وامها، وكانوا دايما عاملين مشاكل مع بعض. وفي الاخر ابوها طلق امها بعد طبعا ما زهقته من عيشته. كانت امها رافضة انها تشوف ابوها، ودايما كان ابوها بيحاول يشوفها اكتر من مرة وامها منعتها، لدرجة ان ابوها اتحصر ومات. وفي الوقت ده أمها اتجوزت راجل تاني، والراجل ده كان وحش جدا وطول عمره بيشرب. بس أنا كنت صغيرة ساعتها وما كنتش واخدة بالي. ولما بدأت أكبر بدأت نظرته ليا تختلف، وبدأ يعمل حركات كده غريبة. اشتكيت أكتر من مرة لأمي، فأمي كانت بتقولي اسكتي وما تتكلميش واقفلي الباب على نفسك، هو ساترنا وملناش حد غيره، يعني أنا وانتي لو ما سكتناش ممكن يطردنا بره البيت. فأنا كنت بضطر أسكت وما اتكلمش، لدرجة إن هو بدأ يمد إيده أكتر من مرة. وأنا كنت بجري منه وأحيانا كنت بهرب من البيت وأقعد عند واحدة صاحبتي، وفي الآخر أرجع علشان مفيش حد بيستحمل حد. وكل ما اشتكي لأمي كانت تقولي نفس الكلام. وفي يوم وأنا قاعدة في الأوضة بتاعتي وأمي مشيت وسابتني علشان تجيب حاجة، وأنا معرفش أصلا إن هو قاعد في الصالة، خرجت علشان أجيب حاجة من المطبخ. وأنا خارجة لقيته بيعترض طريقي وبيتهجم عليا وبيشدني على الأوضة. في الوقت ده أنا ما حسيتش بنفسي، أخدت كوباية الشاي اللي كان بيشربها وخبطته في دماغه وجريت منه وأنا بهدوم البيت. والمرة دي كان غريب جدا لأنه تقريبا كان شارب وما كانش شايف قدامه. جري ورايا في قلب الشارع وأنا استغربت إصراره إن هو يمسكني، لغاية ما وصلت الأرض فاضية والجو ضلمة واستخبيت فيها. وبعد ما حكت حكايتها افتكرت حكايتي شبه حكايتها بالظبط، بس مع الاختلاف طبعا. أنا أمي بعد موت أبويا وسابني أنا وأختي ليها رفضت تتجوز وتدخل أي راجل في حياتنا. ولما كانت الناس تقول لها ليه مش عايزة تتجوزي، كانت تقول لهم أنا اتجوزت عيالي خلاص، وتعبت علينا واشتغلت لحد ما كبرتنا. بعد ما سمعت حكايتها صعبت عليا جدا، وبصيت لها ولقيتها بني آدمة جميلة برغم إنها متبهدلة. وساعتها عرضت عليها إن أنا أتجوزها. في الوقت ده لقيتها بتبص وتضحك لي، بس ضحكتها غريبة قوي، كأنها ضحكة حسرة. وبعدها بشوية لقيت صوت كده من بعيد بيقول إن عربية الإسعاف داخلة علينا ومعاها جثة ولازم ناخدها وندخلها المشرحة. في الوقت ده أنا خفت جدا لحد يشوفها معايا. قلت لها ادخلي بسرعة في الأوضة وما تطلعيش علشان ما تعمليش مشكلة. لقيتها طلعت حظاظة من إيديها وادتها لي وقالت لي هتحتاج الحظاظة دي وابقى افتكرني بيها. أنا ساعتها ما خدتش بالي من كلامها. أنا كل اللي كان شاغلني دلوقتي إن أنا أجري على عربية الإسعاف علشان أخد الجثة وأساعد الممرض ندخلها المشرحة. والوقت ده أخدت نفسها ودخلت جوه الأوضة.
وهنا أخدت الجثة أنا والممرض وكان في أمين شرطة، ودخلناها جوه المشرحة. وفي الوقت ده وإحنا بنكشف الجثة قعدت أصرخ لأني مش مصدق اللي أنا شفته. لقيتهم كلهم مستغربين، في إيه أنت بتصرخ ليه؟ إيه اللي حصل؟ قلت لهم استحالة، البنت دي كانت قاعدة معايا دلوقتي حالا، بالأمارة ادتني حظاظة هي وفي إيدي، وكانت بتحكي لي قصتها إن جوز أمها هو اللي حاول يعتدي عليها وجريت منه خبطته بكوباية الشاي اللي كانت في إيديه. استحالة، ازاي هي ميتة دلوقتي؟ ده انا سايبها دلوقتي في قلب الأوضة. وجريت على الأوضة علشان أشوف البنت، ما لقيتهاش. ساعتها قعدت وأنا في حالة ذهول، ازاي أنا قعدت اتكلمت معاها، وازاي ده ادتني الحظاظة، وازاي ده حكت لي قصتها كلها. طبعا الكل استغرب مني وقال عليا مجنون، وسابوني ومشوا. في الوقت ده بدأ التحقيق مع أهلها، وفعلا عرفوا إن ليها جوز أم. وساعتها أمين الشرطة استغرب جدا، وكلم وكيل النيابة وقال له على اللي حصل في المشرحة، وقال له إن في واحد هناك فرد أمن كلمنا وقال لنا إنها حكت له القصة وإحنا قلنا عليه مجنون، وإن جوز أمها هو السبب في اللي هي فيه. في الوقت ده وكيل النيابة أخد باله وهو بيستجوب جوز الأم، لقى فعلا في جرح في راسه، والجرح ده لسه جديد وحاطط عليه شيش. وهنا لما استجوبه قال له الجرح ده ايه؟ قال له ابدا، ده انا وقعت عليا طوبة من تاني دور. ساعتها وكيل النيابة عمل حيل عليه وقال له بص، البنت لسه عايشة وحكت لنا كل القصة بتاعتها، وقالت لنا ان انت حاولت تعتدي عليها وهي اللي خبطتك بكوباية الشاي. في الوقت ده جوز أمها اعترف بكل شيء، وقال لهم فعلا إن هو كان ناوي يعتدي عليها، وهي قاومته وجريت على أرض فاضية وهو جري وراها علشان يمسكها. ولما وصل لها حاول يعتدي عليها وهي قاومته، وعلشان ما يتفضحش اتخلص منها. الناس كلها كانت مستغربة ازاي البنت ترجع من موتها علشان تحكي قصتها وتختفي تاني. ودي كانت الحكاية، واتحكم على جوز الأم بالإعدام. والقصة دي كانت غريبة جدا لكل واحد سمعها، وكانت لغز كبير محدش عرف يفسره لحد دلوقتي. والأكيد إن فرد الأمن لحد الآن مقدرش ينسى اللي حصل معاه بسبب الحظاظة اللي البنت سابتها له قبل ما تمشي. ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ياريت تقولوا في الكومنتات، وخليكم معايا في حكاية جديدة من حكاوي هناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.